من سنة 1934 لحد سنة 1963 كان في مقولة في أمريكا بتقول اللي يخالف القانون هيروح السجن، واللي يخالف قانون السجن هيروح الكاتراز. الفترة دي هي عمر السجن الرهيب ده. سجن الكاتراز كان مبني على كامل مساحة الجزيرة، وكانت محاوطاه الأسوار وأبراج الحراسة من كل ناحية. يعني مفيش حتة في الجزيرة مش سجن، ومفيش حتة متدارية ينفع حد يمشي فيها من غير الحراسة اللي على أبراج المراقبة تكون شايفاه. والأهم من كده إن البحر اللي حوالين الجزيرة عبارة عن تيارات مائية عنيفة وأمواج عالية جدا، ده غير أسماك القرش اللي موجودة فيه واللازم منه. والأهم من كده برضو إن المسافة ما بين الشاطئ والجزيرة حوالي 2 كيلو متر. نفترض إنك هربت من كل الحراسة دي، أنت لو فاكر إنك هتقدر تهرب من سمك القرش 2 كيلو سباحة فأنت تقريبا دولفين. رحبوا معايا النهاردة بسجن الكاتراز. افتتح سجن الكاتراز سنة 1932. السجن ده معمول عشان محدش يعرف يهرب منه، ولا يكون فيه أي تواصل ما بين المساجين والعالم الخارجي. وسجن الكاتراز كان المستقر النهائي لصفوة المجرمين، يعني لازم تبقى جايب مجموع عشان تدخل السجن ده، مش مجرد مجرم تافه كده وخلاص. انت هتنزل في السجن اللي نزل فيه ألفونسو جبرائيل، زعيم المافيا الملقب بآل كابوني. السجن اللي نزل فيه عميد نصابين كوكب الأرض والمجموعة الشمسية عمنا فيكتور لوستيك اللي باع برج إيفل مرتين، وقتلوا سفاحين وزعماء عصابات من جميع أنحاء العالم. حاجة تشرف أي حد. يعني الكاتراز كان المعسكر النهائي لمنتخب مجرمي العالم، طريق اللي يروح ما يرجعش، حاجة ورا الشمس. يعني هو كان عبارة عن حاجة مؤقتة للمجرمين اللي كانوا بيكسروا لوائح السجون وبيحاولوا يهربوا دايما، وبيكونوا مصدر دائم للمشاكل والشغب. فكانوا بياخدوهم لسجن الكاتراز عشان يضمنوا انهم مش هيهربوا تاني، وبعد ما يتم ترويضهم وتحسين سلوكهم كانوا بينقلوهم للسجون التانية. عشان تهرب من سجن زي ده انت محتاج تخرج من حيطان عاملة زي الخصوم محدش يقدر يحفر فيها، وبعدها هتعدي على 90 حارس مسلحين كل الأوامر اللي عندهم ضرب النار مباشرة في المليان من غير ولا كلمة. وبعدها هتنزل المحيط وانت ورزقك، يا تغرق من أولها يا تموت من البرد وتغرق، يا تلهفك سمكة قرش والباقي منك يغرق. المهم مش هتطلع حي. يعني الهدف أصلا من السجن إنه يخلي فكرة الهروب للمساجين مستحيلة، ويعودهم على حياة السجن والانضباط. الهروب من الكاتراز كان مرادف المستحيل على مدار ال30 سنة اللي عاشهم السجن، ومش معنى ان في مستحيل ان محدش يتحداه. وهنا بقى دور التنمية البشرية. مفيش مستحيل، اي نعم صعب لكن ما تقولش مستحيل. السجن ده كان عبارة عن 378 زنزانة، منهم 42 زنزانة للحبس الانفرادي. كان عدد المساجين فيه في الغالب 260، وعمرهم ما زادوا عن 300. بعض نجوم الإجرام في السجن الرهيب ده حاولوا يهربوا. تخيلوا 36 سجين لا يؤمنوا بالمستحيل حاولوا يهربوا في 14 محاولة منفردة، والنتيجة كانت القبض على 23 منهم وقتل 6 وغرق 2 في المحيط وكمان اختفوا. وأشهر المحاولات دي كانت واحدة في سنة 1946، قامت حاجة كده شبه الحرب المسلحة الفعلية بين الحراس والمساجين. وقتها اشتبكوا 6 مجرمين مع الحراس وسيطروا فعلا على السجن، وكانوا هينجحوا في الهروب لولا انهم ما لقيوش مفتاح الباب الخارجي. وانتهت محاولة الهروب دي بعد 3 ايام. كانوا الحراس استعادوا سيطرتهم على السجن بعد موت 2 منهم و4 سجناء، واعدموا السجناء الباقيين. واشهر تاني محاولة هروب في سجن الكاتراز هي اللي هنتكلم عنها النهاردة، واللي تمت بين 4 افراد عملوا خطة محكمة، تعبوا وشقيوا بجد لشهور طويلة لحد ما نفذوا خطتهم. واتسمت عملية هروبهم باليوم الكبير بسبب دقة تفاصيلها ونجاحها لحد ما، رغم ان لحد يومنا هذا محدش يعرف هم ماتوا ولا نجحوا فعلا في انهم يهربوا. واختفائهم عمل حالة من الغموض وفي نفس اللحظة حالة من التعاطف رغم انهم مجرمين، وده خلى القصة بتاعتهم تتهرس في افلام كتيرة بعد كده. ايه بقى قصة اليوم الكبير؟ الحكاية بدأت سنة 1962 لما الصدفة جمعت 4 مساجين اتفقوا على الهروب، وهم فرانك موريس والأخوين
جون أنجولين وكلارنس أنجولين والرابع ألين ويست. فرانك موريس واللي كان العقل المدبر لخطة الهروب. موريس كان طول عمره مشاغب وما كانش عالم الجريمة والسجون غريب عليه، لأنه كان عنده 13 سنة لما أدين في أول جريمة عملها. ما هو برضه الحاجات دي بتبقى موهبة. واتقبض عليه سنة 1960 فحولوه لسجن الكاتراز عشان يضمنوا انه مش هيهرب تاني، والمصيبة انه هرب برضه. اما الاخوين جون وكلارنس دول برضه بدأوا مشوارهم الاجرامي في سن صغير، كانوا بيسرقوا بنوك بس بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، لانهم ما كانوش عايزين يموتوا حد، هم كانوا عايزين يسرقوا بس. برضه ناس عندها مبدأ. وبعدها اتقبض عليهم وترحلوا لسجن أتلانتا وحاولوا يهربوا أكتر من مرة، وكانت النتيجة ترحيلهم لسجن الكاتراز. أما السجين الرابع والأخير واللي نفذ معاهم خطة الهروب خطوة بخطوة لكن ما نجحش في الهروب معاهم وهو ألين ويست. هو كمان حاولوا الهروب مرتين، مرة من سجن في فلوريدا والمرة التانية كانت من سجن أتلانتا، وانتهى بيه الحال إلى سجن الكاتراز المنيع. وهنا عايز أوضح لك حاجة، هو اي نعم فرانك موريس كان العقل المدبر لخطة الهروب، لكن اللي جاب الفكرة اصلا ألين ويست اللي هو معرفش يهرب معاهم. سجن الكاتراز كان يعتبر وقتها بيعمل كل حاجة للجيش الامريكي، عشان كده كان بيتم توزيع الاعمال على المساجين اللي هناك زي النجارة والاصلاحات والتنظيف وحاجات تانية كتير. وفي يوم من الايام خد ألين ويست مهمة تنظيف فوق سطح المبنى، يعني المكان اللي فوق زنزانات المساجين بالظبط. وهو بينظف جات له فكرة الهروب، لأنه لاحظ إن فتحة التهوية اللي بتودي لسطح المبنى والفتحة دي لحسن حظهم إن كان الحديد اللي حواليها متاكل ومصد شوية، يعني كان سهل إن هم يفتحوها، وده كان المخرج الوحيد ليهم للخروج من السجن. بعد ما خلص ألين ويست مهمته راح لفرانك موريس واللي كانت زنزانته جنبه وقال له الموضوع وعرض عليه فكرة الهروب. ومن هنا بدأ فرانك موريس يحط خطة محكمة للهروب، وده لأنه كان شخص ذكي جدا. كان الاي كيو بتاعه 133 في حين ان الانسان العادي الاي كيو بتاعه بيبقى من 85 ل 115، والانسان الذكي بيكون من 115 ل 125، فما بالك من انسان الاي كيو بتاعه 133. المهم ان اول حاجة عملها فرانك انه ضم الاخوين جون وكلارنس اللي كانت برضه زنازينهم جنبهم. المسافة الصغيرة اللي ما بين الزنزانات بتاعتهم كان ليها دور كبير وعامل مهم ساعدهم في انهم يتواصلوا مع بعض بسهولة وبشكل مستمر. الطريقة الوحيدة اللي اكتشفها فرانك للهروب هو الممر اللي ورا الزنزانات بتاعتهم، لان كان في ممر ورا الزنزانات بتاعتهم بتمشوا منه مواسير المجاري، فبقى الهدف بتاعهم ان هم يطلعوا من الزنزانات بتاعتهم للممر ده، لان الممر ده هيوديهم لفتحة التهوية واللي هي بتودي لسطح المبنى. بس المخرج الوحيد اللي يقدروا يخرجوا من خلاله للممر ده هي فتحات التهوية اللي موجودة في كل زنزانة. بس المشكلة ان فتحات التهوية دي صغيرة ومستحيل يقدروا يعدوا بأجسامهم، فقعد فرانك يفكر في حل. وفعلا لاحظ ان جدران السجن كانت ضعيفة جدا بسبب المية المالحة اللي كانت محاوطة بيه، وكان محتاج ترميم. ولانهم كانوا شغالين في ورش الاصلاحات زي ما قلنا في البداية، فكانوا بيقدروا يحصلوا على المعدات اللي هتساعدهم في حفر الفتحات دي من ورش السجن، او حتى ادوات الاكل، شوكة، سكينة، اي حاجة تقدر تساعدهم. والعملية دي خدت منهم شهور عقبال ما وصلوا لحجم كويس يقدروا يعدوا باجسامهم من الفتحات دي. بس هنا ظهرت مشكلة، ان هم لازم يغطوا الفتحات دي اثناء فترة الحفر عشان الحراس وهي بتمر امرهم ما يتكشفش. فصنعوا الواح من الكرتون وصبغوها بنفس لون حيطة الزنزانة عشان يثبتوها على الفتحات. كانوا بيجيبوا الاسمنت ويعجنوه مع الرملة اللي طلعوها اثناء الحفر ويثبتوا بيه الالواح. ده زائد كمان ان هم كانوا بيحطوا هدومهم عشان امرهم ما يتكشفش بسهولة. كان دايما يقف شخص يراقب الاجواء والحراس عشان لو في حراس جاية، لان خلينا افكرك بحاجة قلتها في البداية، ان سجن الكاتراز عدد الحراس اللي فيه مقارنة بالسجون التانية فهي كتيرة جدا. بس الحلو هنا برضو ان هم كانوا بيلاقوا مساعدة من المساجين التانيين، يعني يراقبوا الاجواء ويدوهم اشارة لو في حراس جاية عشان يوقفوا كل حاجة. رغم ذلك ما كانش مقابل المساعدة دي ان هم ياخدوهم معاهم، لا هم كانوا بيساعدوهم كده بدون مقابل. المهم بعد ما حفروا ووصلوا لحجم كويس يقدروا يخرجوا من فتحات التهوية، اهو كل ده كانت بس البداية، لأنهم كانوا لازم يلاقوا طريقة يطلعوا بيها من الجزيرة دي. وهنا كانت المرحلة الأصعب، عشان يطلعوا من البحر ده لازم يعملوا قارب أو مركب. هنا الحظ ساعدهم مرتين. أول مرة لما لقوا مقالة في مجلة من المجلات اللي كانت في السجن بتتكلم على إنك إزاي تعمل قارب مطاطي من سترة نجاة من معاطف المطر،
الجواكت يعني. ودي كانت حاجة متوفرة في السجن بشكل كبير، لدرجة ان حتى المساجين التانيين بدأوا يساعدوهم ويجمعوا لهم المعاطف دي. جمعوا ما يقارب من 50 معطف. بس هنا ظهرت معاهم مشكلة، وانهم هيحطوا الكمية دي كلها فين، وكمان محتاجين ورشة او مساحة كبيرة عشان يقدروا يحولوا المعاطف دي لقارب مطاطي. وهنا لعب معاهم الحظ للمرة التانية. انا مش كنت قلت في البداية ان اللي بينظف سطح السجن آلين ويست، وسطح السجن كان مساحته كويسة ومناسبة جدا ليهم. بس هنا واجهتهم مشكلة تانية، وان سطح السجن مكان مكشوف، والحراس هيشوفوهم لو طلعوا كل المعاطف دي فوق وهيكشفوهم. ففرانك موريس فكر في خدعة، وهي ان آلين ويست يقنع الحراس ان هو لازم يغطي سطح المبنى بملايات وحاجات عشان وهو بينظف الغبار ما ينزلش لتحت. وفرانك قال له وانت بتنظف يبقى ارمي التراب عليهم عشان الخدعه تظبط. وفعلا سمحوا له الحراس ان هو يعلق ملايات على قضبان المكان، فبقى عندهم مكان واسع ومتداري يقدروا يشتغلوا فيه بكل سهوله. بس فرانك قال لهم ان كده برضه في مشكله هتواجهنا قبل كل ده، وقال لهم ان احنا محتاجين نشتغل لوقت طويل بره الزنزانات بتاعتنا. طيب وده هيحصل ازاي وفي حراس بتمر من وقت للتاني وبكده هنتكشف؟ فجات له فكره ان هم يصنعوا رؤوس مزيفه من الصابون وغبار الاسمنت اللي طلعوه اثناء فتره الحفر مع مناديل، وخلطوهم مع معجون وصمموه على شكل راس. بس هنا كانت ناقصاهم اهم حاجه في الراس وهي الشعر. فتولى كلارنس المهمه دي لانه كان شغال حلاق، فبيحلق لمساجين كتير فهيعرف يتصرف ويجيب لهم الشعر. وفعلا جاب لهم شعر المساجين، وقدروا ان هم يحطوا الشعر ده على الرؤوس المزيفه اللي هم عاملينها. ولما يجي وقت شغلهم يحطوا الرؤوس المزيفه دي مكانهم على السراير ويغطوها ويبينوا جزء صغير منها عشان الحراس لما تمر هي كده كده مش هتكون مركزه، لانهم متعودين لما بيمروا في وقت نوم المساجين مش بيشوفوا غير راس وشعر، فما كانش بيجي في بالهم ان دي رؤوس مزيفه، وكانوا بيمروا على بقيه المساجين. بداوا يشتغلوا بشكل مستمر على القارب والستر، بداوا يفتحوا فتحات التهويه اللي هيعدوا منها بشكل كويس. وهنا فرانك قال لهم ان احنا محتاجين حاجه ننفخ بيها القارب ده. القارب ده هيتنفخ ازاي؟ بمنفاخ الاكورديون اللي كانوا بيستخدموه في العزف. اهو ده الفن لما يبقى فن هادف. فضلوا على الحال ده 6 شهور، 6 شهور وهم شغالين على القارب والحاجات اللي بيجهزوها. بعد 6 شهور من تجهيز الخطة جه يوم الهروب الكبير، يوم 12 يونيو سنة 1962. قرر فرانك موريس العقل المدبر ان ده وقت مناسب لتنفيذ الخطة. لما جه ميعاد النوم وطفوا انوار السجن وبدأوا فعلا ينفذوا الخطة. حطوا الرؤوس اللي هم عاملينها مكانهم على السرير وغطوها، وخرجوا من فتحات التهوية اللي قعدوا يحفروا فيها، ومشيوا من الممر اللي ورا زنازينهم عشان يقدروا يطلعوا لفتحة التهوية واللي هي هتوديهم لسطح المبنى. كل حاجة مشيت زي ما مرسومة بالملي. بس هنا حصلت حاجة، اللي خرجوا من زنازينهم 3 بس، واللي كان ناقصهم آلين ويست اللي هو صاحب الفكرة أصلا. ما قدرش وقتها إنه يفتح فتحة التهوية الخاصة بزنزانته، والسبب ما كانش واضح. فلما ال3 شافوا إن هو معرفش يخرج من الزنزانة بتاعته، اضطروا إن هم يمشوا ويسيبوه بيحاول ويبقى يحصلهم، لحد ما فعلا قدر يحصلهم. ولما وصل لشاطئ الجزيرة ما كانش ليهم اي اثر، فاضطر انه يرجع لزنزانته تاني لان كانت عدة الهروب كلها معاهم. فالمهم ال3 اول حاجة جهزوها كان القارب المطاطي بتاعهم، وبعد كده طلعوا لسطح المبنى وتسللوا للاسوار اللي هي كانت اصلا مجرد شبك، فقدروا يعدوها بسهولة. وصلوا للشاطئ ونفخوا القارب المطاطي بتاعهم، وبكده المفروض انهم هربوا. لحد هنا نقدر نقول ان خطة الهروب من سجن الكاتراز نجحت لأول مرة في التاريخ، لأن المساجين فعلا خرجوا من السجن وعدوا من الحراسة وهربوا كمان من الجزيرة. ومحدش عرف بهروبهم إلا تاني يوم الصبح وقت عد المساجين، لما الحراس اكتشفوا إن اللي في السراير دي رؤوس مزيفة مش مساجين. وقتها جرس الإنذار بدأ في السجن وخرجت قوات ضخمة عشان تدور عليهم. وأثناء عملية البحث لقوا قطع من المعاطف وواكل مطر اللي هم كانوا عاملين منها القارب، وبعض المتعلقات الشخصية في خليج سان فرانسيسكو، وده يثبت هروبهم. لكن هم ما ظهروش خالص. وفضلت عملية البحث عن المساجين ال3 مستمرة لفترة طويلة. أعلنت بعدها الحكومة الأمريكية إنه احتمال كبير يكونوا غرقوا بسبب طيارات البحر العنيفة، واتقفلت القضية بدون نتيجة قاطعة سنة 1979. وفي سنة 1963 بعد سنة تقريبا من الهروب اتقفل سجن الكاتراز، يعني هم اللي جابوا ظرفه. وبيقولوا الأسباب إن الحكومة الأمريكية ما عندهاش التمويل الكافي واللازم لصيانة وترميم هذا السجن. والسجن الأسطوري ده لسه موجود في الجزيرة حتى الآن،
وتحول لمتحف ومزار سياحي، وبقى من أهم المعالم السياحية في سان فرانسيسكو. لكن مصير السجناء اللي هربوا منه مازال غامض لحد النهاردة، وزي أي حادث اختفاء في الدنيا بدأت تنتشر حواليهم قصص وأساطير مثيرة، زي إن الأخوين جون وكلارنس نجوا من الغرق، وإن أمهم كان بيجي لها رسائل وبطاقات معايدة كل سنة، وإنهم حضروا جنازة أمهم متخفيين. طبعا قصة زي دي ألهمت صناع السينما واتعمل عنها أفلام كتيرة، أشهرها فيلم سكيب فروم الكاتراز، يعني الهروب من الكاتراز، ده غير عشرات الأفلام اللي اتعملت عن السجن ده. ودي كانت حلقة عن أخطر سجن في العالم، وعن محاولة الهروب الوحيدة اللي تعتبر ناجحة طالما ما حدش عارف حاجة عن المساجين اللي هربوا. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد. وآسف على الغياب الفترة اللي فاتت، بس كنت بمتحن والحمد لله عدت على خير. وانتظروا حلقة جديدة في الأسبوع اللي جاي زي النهاردة. ولو حابين إننا نتكلم عن قصة معينة أو شخص معين اكتبوا تحت في الكومنتات. وبس كده، كان معاكم طه، اشوفكم على خير.